السلام عليكم. فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، محمد صلاح أخيرا نزل الفيديو بتاعه، وأنا سعيد جدا بده، وسعيد بالفيديو وسعيد بالمردود بتاعه. الفيديو حتى أسلوبه أنا معاه تماما، والكلام اللي بيقوله محمد صلاح مش موجه لينا طبعا، احنا مش محتاجين حد يعرفنا بالقضيه الفلسطينيه. وطبعا الكلمه الشهيره اللي الناس اعترضت عليها مش فاهم ليه، اللي هي بتاعت كل الارواح سواء، او كل الانسانيه دمها واحد، او كل الانسانيه قيمتها واحده. ده كلام حقيقي جدا، والخطاب هنا موجه للغرب. الغرب واقف ضد، فهو الراجل منطقي ان هو يكلمهم بصيغتهم وباسلوبهم في حدود امكانياته. هو مش بيرفورمر، مش مؤدي، مش الراجل اللي بيقول الكلام، مش الراجل اللي متعود ان هو يخطب في الناس. هو راجل لعيب كوره زي ما قال باسم يوسف، اللي بحترمه جدا جدا على اللقاء اللي هو عمله، واللي بحترمه على البوست اللي هو كتبه عن الفيديو بتاع محمد صلاح، وازاي هو مؤثر. شخصيه زي هالاند بجلاله قدره اللي طايح في الدنيا كلها بالشعبيه الكبيره ديت، ابتدى يتكلم ويقول ان يعني ايه اللي عمله صلاح بيساعدنا، لان هو بيخلي الناس تتشجع عشان تقول رايها هي كمان. ده معناه ان هم كلهم مضغوطين عليهم، وسعيد ان هو طلع في التوقيت ده، في التوقيت بعد ما اسرائيل عملت هذه الجرائم المرعبه من جرائم الحرب، زي ضرب المستشفى، او ضرب المدرسه، او ضرب المدنيين اللي بيترحلوا اصلا، او ضرب الجامع اللي هم حاولوا يتنصلوا منها بعد كده، يقولوا حماس اللي عملتها، مع ان السبوكس مان بتاعهم على السوشيال ميديا كان اصلا اول ما انضربت قال ان احنا ضربنا مستشفى وبعد رجعوا مسحوها. طبعا زي ما عمل رئيس اقوى دوله في العالم جو بايدن لما قال ان هو شاف بعينه دلائل على قطع رؤوس الاطفال. I never really thought that I would see and have confirmed pictures of terrorists beheading children. فكانت سيئه جدا في حقه لما رجعوا بعد كده مسحوها. بس طبعا هم بيسعوا لايه؟ ان هم يكذبوا الكذبه الناس تتاثر بيها على مستوى العالم كله، لكن بعد كده يقول لك يمسحوها ويعتذروا، بس التاثير يكون حصل على الناس على مستوى العالم كله. مش ده بس، يعني انا اتصدمت ببيرس مورجان. انا بيرس مورجان بحترمه جدا وبحبه جدا، اللي كان عامل لقاء مع باسم يوسف، بحترمه وبحبه الراجل، لان انا شفت متابعه من زمان. لكن انا اتفاجئت بيه بيقول لباسم ان هو ما قالش ان الاطفال اتقطع راسهم، ولا بن شبيرو قال، ولا يعني اعترض على كلام باسم كتير، وللاسف الشديد ده حصل فعليا، والفيديو هتشوفوه دلوقتي بيتكلم عن الحاجات ديت. Who has said 40 Who has said that? Who has said that? 40 decapitated. Who has said that? You have repeat. No, I haven't. What? I've never said that. You haven't said on your show 40 decapitated No. babies? I choked up earlier reading this new revelation about 40 babies being killed. Oh my God. And some of them Yeah. being beheaded. And I was like, how can any human being do that to a baby? Never. Ben Shapiro didn't say it? No. 40 babies dead, some beheaded. Nobody has said. Okay, but Peter, No, they nobody haven't. said it? No. من الاخر مش عارف ليه في ازدواجيه مرعبه في المعايير بتاعت الاسئله، والاصرار على ان اللي حاصل دوت جاستيفايد بشكل ما، او يعني ده كان محتل ليه حق بشكل ما ان هو يعمل دوت. ده ما ينفعش. دوله بتطبق معايير الحرب الدوليه المعترف عليها اللي فيها معاهدات. امال احنا ليه بنعمل معاهدات؟ انا عايز اعرف احنا ليه بنعمل معاهدات زي معاهده جنيف، ولا ليه بنعمل مجلس الامن، ولا ليه بنعمل الامم المتحده؟ ليه بنعملهم اذا كان احنا مش ما بنلتزمش باي حاجه بيها؟ طبعا اخر الكيان المحتل ما بيلتزمش باي حاجه بيها. طبعا ده بسبب وجود حبيبتنا امريكا اللي بتعمل فيتو على اي حاجه. انا اتكلم مش عارف اقول ايه. يلا امر الله.